تخصيب بعد إذنك أو بالتخصيب الشيخ. أكيد راح أحكي التخصيب ولا يهمك. طيب أول شيء 3 آلهة، ولا في واحد حكى من المسيحيين إنه في عندنا 3 آلهة، هذا واحد. اثنين، انت قلت انه الاقانيم غير متساويين موجود في النص، وانت ما جبتش النص هذا. النقطة الرابعة، انت جبت من كتاب غريغوريوس النيزنزي، تمام؟ غريغوريوس بيقول انه اي شيء بتعلق بالجسد هذا بتكلم عن طبيعة المسيح الجسدية، باقي ما بقى الامور اللاهوتية بتتعلق بالاقنوم. ذكرت انت صفحة 155 او 150 مثال الشمس وانه 3. ممكن بس معلش الشادي تحملني، انا بدي اعرض بس تحط لي بس 100 صفحة 150 انا بعثت لك اياها على اعرض الماسنجر. لك اياهم. بدي تعرضهن، يعني ثلاث صور بدي اعرضهن حتى نبين كيف الناس بتقص يعني. اوكي سواء الكاميرا. فادية جهزي حالك مشان، واتمنى الاخوه البقيه اللي اذا بدهم يشاركوا باختصار، يعني ما حدا راح ياخذ وقت عبد الله. 5 دقائق 10 دقائق بالكثير. اوكي من بعد امركم. اوكي طيب هذا النص. هاي النص الاول. طيب هو راح ذكر مثال الشموس، 3 شموس وكذا. الصفحة اللي قبليها مباشرة شو بقول؟ فكيف يكون لنا أن نقاوم ونحج هاتين الفئتين معا؟ ماذا يكون جوابنا؟ ليس لنا نحن إلا إله واحد، لكون الألوهة واحدة والذين يأتون من الواحد يعودون إليه. بقول الكتاب اللي انت استشهدت به الصفحة اللي قبليها مباشرة ليس لنا نحن إلا إله واحد. ممكن الصفحة اللي بعديها لو تكرمت علي، اللي آخر واحدة بعثت لك إياها، آخر واحدة كويس؟ اوكي مثال الشموس هيو في صفحة 169 يا بنت تشفين. بقول وفكرت كذلك في الشمس والشعاع والنور، وهذا لا يخلو أيضا من خطر. يخشى أولا تصور تركيب ما في الطبيعة غير مركبة كما يكون ذلك في الشمس وخصائصها، ويخشى ثانيا أن يخص الآب وحده بالجوهر فتزول أقنومية الآخرين ويكونان قوتين لازمتين لله لا أقنومين، فليس الشعاع شمسا وليس النور شمسا بل فيض شمسي ومزية جوهرية. وإنه ليخشى عند التمسك بهذا التشبيه أن ينعت الله بالوجود وبالله موجود معا، وهذا منتهى السخف. يعني هو أعطى أمثلة على الشمس، لكن برجع بالصفحة 169 وأنا متأكد أنك ما قرأتوش يا بنت تشبيه، بقول لك يعني باختصار يعني هذا مثال مع فارق القياس. الصفحة اللي قبليها يا بنت تشفيه واللي أنا متأكد أنك ما قرأتهاش، غريغوريوس نفسه بيقول نؤمن بإله واحد. اتكرم علي طبعا يعني شادي، هو ابن تشفيه بيقول لي المريم الله خصبها او كذا. احنا بنقول زي ما قال الانجيل الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هذا ما هو موجود في الانجيل. ممكن تعرض الصفحة الاول واحدة بعثت لك اياها اذا هو ابن تشفيه يتمسك بالتفاسير المسيحية الغلط. ممكن بس تعرض اول صفحة كلمة ما معنى أيوة. كلمة أقنوم؟ هذا من تفسير البيضاوي. لا 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 أيوة. لا الأول يعني بعثت لك آخر 3 صفحات، عد 1 2 3. أوكي هدول أيوة يا عيني عليك. وحدة. هذا من تفسير البيضاوي. أيوة عد من تحت 1 2 3. ونحن هي فاتخذت من دونهم حجابا اللي بعديها إليها روحنا. أيوة يا عيني عليك. ابن تشفين معترض علي بقول لك الله خص مريم إلخ بقول لك هاي تفاسير غلط، ناس أسهبت غلط. لكن أنا عندي الكتاب المقدس واضح، لكن أنت عندك إذا بدنا تحتاج علي بالتفاسير فعندك البيضاوي مجلد 4 صفحة 7 شو بقول؟ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية، قعدت في مشرقة للاغتسال من الحيض متحدجة بشيء يسترها، وكانت تتحول من المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضت وتعود إليه إذا ظهرت. فبينما هي في مغتسلها أتاها جبريل عليه السلام متمثلا بصورة شاب أمرد سوي الخلق لتستأنس بكلامه ولعله لتهييج شهوتها به
فتنحدر نطفتها الى رحمه. انتوا تفاسيركم يعني بتقول انه جبريل اجى وهيج شهوه مريم فانحدرت نطفتها الى رحمه. هلا هي دخلنا في يعني هل تقبل هذا التفسير؟ هون دخلنا في الاسلاميات. هل هذا تقبل التفسير؟ ما هذا التفسير عندك يا ابن تشفين. تسمح لي لا ما تسمح كلمه واحده. انا هو تكلم في الاسلاميات، تكلم في الاسلاميات. لا تغلط ان شاء الله خلاص. انا شادي انا برد على كلمه لعله، هل هي من صيغ التمريض ام الجزم؟ انا برد يا شادي يا ابن تشفين، يعني احترمني. انا شادي اعطاني 10 دقائق بدي ارد وانزل. طولي بالك عبد الله. يا ابن تشفين، يا شادي انت اعطيتني وقت انك تقاطع وتكلمه، لانه انا اللي عم بستدرك. عملت ميوت يا شادي، انا عملت ميوت. ايوه طيب خلص، طالما شفتني انه انا متكفل بالموضوع فما لك مضطر كمان تقاطع وهيك، فبتصير هوصة على الفاضي. صديقي عبد الله أكمل، بس ولكن بدون من يعني هي مغالطة وانت كذلك. بس هم عندهم لا كذلك. انا ما عنديش. شوف شادي انا ما عنديش في الانجيل انه الله خص مريم. انا عندي نص واحد والروح القدس. انا اسالك سؤال، العفو منك. خلينا ناخذ معلومه ولو هيك نحصر حصر. حضرتك من اي يعني مذهب مسيحي، من اي طائفه؟ انا كاثوليكي. انتم بالكاثوليكيه ايش بتقولوا عن قضيه حمل مريم بيسوع؟ هل بتقولوا بالتخصيب ام عندكم مفهوم اخر؟ ولا بالتخصيب ولا بالشيء. كل التفاسير اللي زي هيك، اللي زي تفسير البيضاوي المعترض عليه، هاي غلط. انا عندي الانجيل واضح، بيقول الروح القدس يحل عليك وقوة عليه تضللك، فلذلك المولود منك يدعى ابن الله. بس انتهى. ناس راحت تفسر الزيادة، هذا خارج عن النص، خارج عن الكتاب المقدس. فابن تشفين معترض علي انه ما الله خص مريم، وهذا تفاسير ناس انا بحط عليهم اكس، وكثير من المسيحيين بحطوا عليهم اكس. فانت عندك برضو كمان البيضاوي بيقول لك جبريل هيج شهوتها وانحدرت نطفتها الى رحمها، ونجيب تفاسير ثانيه برضو كمان دخل عليها عندما تجردت. يعني شينا من مواضيع الاسلاميات يا صديقي، شيل المواضيع. انا برد على مريم، على يا عبد الله، على الاشياء اللي خرج. اذا انت كنت عم بتناقش اسلاميات ما راح اسمح لحدا يحكي بالمسيح. لا انا ما بناقش اسلاميات. انا قاعد طب العفو منك سؤال ضروري بدي اتركك تختم. هل الطوائف المسيحيه الاربعه هن عندهم خلاف بهالموضوع؟ يعني حدا منهم مثلا بيتبنى مفهوم التخصيب هذا على حد علمك؟ مفيش. انا قاعد بقول لك في ناس فسروا تفسير، اسهبوا بالتفسير، وهذا خطأ. يعني لا يعني سواء كان في مذاهب مسيحيه بتحكي هذا الحكي. لا مش مذاهب مسيحيه، في ناس اشخاص معينين بيحاولوا يفسروا وبيزيدوا من تفسير، زي البيضاوي اللي هون. هذا البيضاوي لا انا مسيحي ولا مسلم بيقبل هذا الكلام، وبالرغم من هيك بيحكي انه هي شهوته، فهذا غلط يعني. لكن تعال سألني على الكاثوليكيه والبروتستانت والارثوذكس، هل يؤمنوا بالثالوث؟ نعم يؤمن بالثالوث. هل في خلاف؟ لا ما فيش خلاف. بس باختصار يعني. ونقطة ثانية، يعني يا ريت اللي يجي يستشهد بمصادر ما ياخذها مقصوصة، زي مثلا غريغوريوس اخذ لك 100 صفحة 55، الصفحة اللي قبليها بتوضح خطأ وعوار اللي عند ابن تشفين في هذا الكلام. صفحة 169 بتبين غريغوريوس شو وضح عن المفهوم، انه هذا مثال مع فارق القياس. اختصاص النصوص زي برضو كمان توما الكويني قصن، يعني اختصاص النصوص ببين للناس صورة قبيحة. فإذا الواحد بده ينقل بأمانة. بس ما يعني قضية دائما يعني هي طريقة الرد بأنه اختصاص للنصوص. أنا ما بشوف. أنا وضحت لك يا شادي، مش حطيت لك من صفحة 149 فضلا يعني. وضحت شو بحكي نؤمن بإله واحد، ومش وضحت حطيت لك صفحه 169 انه بحكي مثال مع فارق القياس. فلما يجي ابن تشفين المحترم يحط لي مثال الثلاث شموس، هو بضرب مثال ووضح قبله بصفحه انه نؤمن بإله واحد. وضح صفحه 169 انه هذا مثال مع فارق القياس. انا بوضح للناس، للمسيحيين اللي بيسمعوا برضو كمان بيهمني يعرفوا يقروا الكتاب ده. انا قارئ الكتاب 170 صفحه، قارئوا كلمه وحرف حرف. فلما يجي واحد يحط لي كلمة هيك يرميها، لا بدي أبين غلطه وأبين سوري كلمة تدليسه. براحتك صديقي. على كل الأحوال خيو، أنا بدي أشكرك، وفي كتير أخوة حابين يطلعوا. شكرا يا شادي. أتمنى قريبا نعمل حلقة لو تحب، يعني نحن يمكن ولا راح نعمل حلقة. راح أعمل حلقة في مريم، إساءة إذا بدك إساءة للقديسة مريم في الإسلام.
عشان انا موافق نعملها مناظره عند شادي خلوف، نعملها مناظره مقارنه على اليوتيوب، مناظره مقارنه. لا مش مقارنه يا بنت تشبيل. انا ناظرتك موضوع مسيحي بحث في الثالوث 2.5 ساعة مرفوع على اليوتيوب. اذا بتتكلم الان موضوع اسلامي بحث، واذا خرجت على موضوع مسيحي بتكون انت هروبا. حبيب قلبي، انا بعثت لك على الفيسبوك وبعثت لك على التيك توك وما ردتش علي، وعملت تشيع ان انا هربان من الاسلاميات، وانا بقولها لك اهو، انت اللي هربان، مش عايز تحدد الموضوع، عايز تعمل مناظره عند شادي مقارنه. اوكي طيب، لانك استهزأت مريم العذراء فلا كلام معي مع الشتامين. انا ما طلعت هون غير حتى ابين جهلك بس كالعاده. شكرا شادي. انا هبين من هو الجاهل الان. عبد الله مع السلامه. اشكرك عبد الله. انا ابين. طب تسمح لي يا استاذ شادي اعلق تعليقا بسيطا؟